لقيت ايد بتتمد ليا بترفعني. حسيت ان انا زي الريشه طايره. صدقي بايه؟ لا اله الا الله. تعرفي لما شالني يا جميله ما بصش في وشي، لقيت نفسي بجر شكله. بقول له ايه؟ بتمد ايدك عليا ليه؟ انا طلبت منك مساعده؟ ايه عاجزه ولا عاجزه؟ تعرفي يا جميله ساعه ما بصيت في عينيه لقيت نفسي واحده تانيه. صباح اللي عمري ما ضحكت في وش حد ولا سمعت حد كلمه حلوه. عارفه ساعتها كنت عايزه اعمل ايه؟ كنت عايزه احطه بين رموشي واغمض عليه، بس ساعتها كان مكشر قوي. بس ساعه ما شافني ابتسم والضحكه ملت وشه وراح مطرطب على كتفي وقال لي احلى كلام. عارفه قال لي ايه؟ قال لي المره الجايه هسيبك تقعي ومش هسال عنك وان شاء الله تتكسر رقبتك. حبيتيه عشان قالك تتكسر رقبتك؟ لا يا بنت، هو قال كده ببقه لكن عينيه كانت بتقول حاجه تانية خالص. هو سابني ومشي وفضل يبص عليا وانا واقفه زي الصنم عماله ابص عليه، ويمشي ويبص عليا ويمشي ويبص عليا وانا واقفه مش اتحركتش من مكاني. هو ده بقى الحب يا صباح؟ ده حب يا اختي ولا اللي بنشوفه في السيما؟ يا ريتك كنت وقعتي لك على معلم من معلمين السوق التقال قوي، كان زمانك متستته في البيت ومش قادره ترفعي ايديك من الذهب اللي فيهم. تعرفي يا جميله السلسله دي بمال الدنيا كله، ودهب الدنيا كله ما يساويش كلمه من اللي كان بيقولها لي حسن. دي دهب قشره يا صباح، والغلابه اللي زينا محتاجين اللقمه قبل الكلمه الحلوه. الحب هو اللي بيدوم يا جميله. حب ايه يا اختي اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ انت فاهمه يا صباح ان لسه في الزمان ده في حاجه اسمها حب؟ اديك عندك امك اهي، انت فاهمه يعني انها ما كانتش بتحب ابوكي قبل ما تتجوزوا؟ كانت عامله زيك كده يا اختي، متعلقه في حبال الغرام الدايبه، وانت عارفاها كانت حلاوته، وهي فعلا حلاوته، والسوق كله كان بيحلف بيها. وكانت ايه النتيجه؟ اتجوزت ابوكي وشاربه المر من كعانها وموريها الويل ومورينا معاها. الواحده مننا يا صباح لازم تشوف مصلحتها، ولما تيجي تتجوز راجل يستتها يسندها على كوان بواكي كده، يبقوا مرصوصين كده 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 فوق بعض ولا الجبل، يرد روحها فيها يا اختي. ساعتها بقى تحبه زي ما هي عايزه وتريحه كمان مادام مريحها. الحب يا صباح من غير فلوس زي العطشان اللي بيمد ايده يشرب من قله وتطلع فاضيه. انا عن نفسي عمري ما همد ايدي اشرب من قله حتى ولو مليانه. انا يوم ما انوي امد ايدي همدها على بحر وميه زهر كمان. بنت يا صباح، بقول لك ايه، ابوك صحي انا ماشي مش ناقص. ايه هتقولي رايحه لام حمدي تاني؟ ام حمدي ايه؟ ما اللي راح بقى يا جميل، خلاص هنعيده تاني. هروح اشوف ابو حسن، راجل عظمه كبيره يمكن يكون تعبان. يلا فوتك بعافيه. عمورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اتأخرت كده ليه يا عمورة؟ غصب عني والله، ظروف الشغل. امال الولاد فين؟ بيلعبوا في المية. عمر، احنا كنا لسه بنقول لكاميليا ايه رأيكم لو تيجوا تسهروا معانا النهارده مع جروب فرنساويين ضيوف شوكت؟ انا مش هقدر يا جماعه، انا عندي شغل من الفجر في قلب السوق. خلاص يبقى كوكو هي اللي تيجي تسهر معانا. كوكو زي ما عايزه. ايه رايك يا كاميليا؟ جوزك بعت لي مرسال النهارده يا زينة. وما يجيش هو ليه؟ على رجلينا قش الحنة. اهو اللي حصل بقى يا بنتي. وعايز ايه بقى في شبكته السودا دي ان شاء الله؟ هو عاوز يردك. يردني؟ ردت المية في زوجه، بقى انا ارجع للمرار برجليا؟ قومي يا عيشه، قومي يا اختي جيبي لي كوبايه ميه. يا اختي عيب تتكلمي بالطريقه دي قدام البيت، ده ابوها برضه. يلا اختي فوتكوا بعافيه. ما انت قاعده يا صباح
والله كان نفسي اقعد معاك اكتر من كده يا عم خمسينة، بس انت عارف ان امي تعبانه وابويا لسانه طول كده، انا مش قد واللي فيا مكفيني. ربنا يشفي لك امك ويهدي الاسطى حنفي. يا رب ويخليك ليا وما تحرمش منك ويطول في عمرك ربنا. يلا فوتك بعافيه. الله يعافيك. اشوفك يا صباح. حاضر يا اختي، انا استغنى عنكم. بقول لك ايه، مش هوصيكي على ابوكي، ابوكي كبر وما بقاش قادر يصلب طوله. ده في عينيا يا صباح، بس والنبي يا اختي ما تعوقي عليا. لا يا اختي، انا كل ما افضى هاجي ابص عليكي وامشي على طول. خدي لي البيت. ملوش لزوم يا اختي. عيب، ده احنا اهل. يلا فوتك بعافيه. مبروك يا جيجي، اتفقنا خلاص. مبروك علينا يا شوكت يا حبيبي. وهتمضوا العقود امتى؟ في خلال شهر ونسافر باريس على طول. والمصنع اللي هنا يا شوكت؟ هبيع كل حاجة. المستقبل هناك يا كاميليا. مش عارفه اقول لك ايه يا جيجي، يعني خلاص هتسافري؟ مش هشوفك تاني؟ هتوحشيني. كاميليا يا حبيبتي، دي باريس. عارفه يعني ايه باريس؟ انا طول عمري نفسي اروح اعيش هناك. انت عارفه بقى الصح ايه؟ انتوا اللي تيجوا تعيشوا معانا هناك. انت ونور وعمر. عمر؟ يعني انت عاوزه تقنعيني انك انت مبسوطه بعيشتك دي ومبسوطه في شغل في سوق الخضار؟ يا حبيبتي العيشه في باريس شكل تاني خالص. بس معلش، انا اتاخرت على عمر، معلش. عن اذنكم. Congratulations. It was a pleasure, but I'm so late and I've got to return back my home. Excuse me. عن اذنكم. باي باي. باي كاميليا. باي حبيبي. باي يا حبيبي. Gigi, love you. هو نايم جوه مع نور؟ ايوه نايم، بس عصبي قوي ورافض العشاء. يا باشا حسن عندكم. يعني انت ما تعرفش مكانه؟ حسن ابنك هرب. هرب؟ هاتوه. هاتوه؟ لا لا يابا، ما تسيبنيش يابا. لا، ما تبقاش انت وحسن يابا. ما تخافيش يا زينب، ما تخافيش، بس انت خلي بالك من بنتك. لا يابا. ما تخافيش. لا يابا. لا يابا، لا. الله. في ايه يا شاويش؟ قومي يا بنت يا صباح. في ايه يا شاويش محر؟ سيبك من الرغي ده وقومي معايا. اقوم معاك اروح فين؟ السيما؟ لا، هتروح القسم. سعادة رئيس المباحث عايزك. رئيس المباحث عاوزني في ايه؟ قال لي قاعدين يكفوك شر الجايين. شر؟ انا شر يا جلابة الشر يا مركز الشر، يا اللي ما بيجيش من وراكوا غير كل شر. مفيش حد جوه. ملوش اثر يا شاويش، ملوش اثر. في ايه؟ في ايه يا صباح؟ والله ما انا عارفه يا اما، استنى اما نشوف في ايه. في ايه يا شاويش؟ عايزين صباح في ايه؟ حسن 50 هارب. انت 50 هارب؟ راح فين؟ نعم، راح فين؟ عليا انا شويه دول. قدام يا بنت، قدام يا بنت على القسم. يلا يلا يا بنت على القسم. انا مش فاهمه اعمل ايه يا رب. يلا. هو مين اللي مات؟ صباح مالهاش دعوة يا شاويش. خليك يا صباح. يلا يا اختي انت وهي، واللي هتهوب ناحيه الاسم انا هعمل لها واحده. يلا يا صباح. خلاص يا جميله، خلي بالك من رضا وخلي بالك من امي. يلا. واخدينك على فين يا صبوحه؟ راح اتفسح وراجعه تاني. ايه رايك يا كتعه؟ ولا اوديك الاسم معايا؟ ولا انت نسيتي يا اختي؟ عملتي ايه يا صباح؟ ضربتي مين تاني؟ لا يا بنتي يا ام طارق، دي مش خناقه، حابس ربنا يستر على ولايانا. ده ايه الحظ المهبب ده؟ انت متاكد انها جايه؟ طبعا متأكد. موسى دي بنت آخر مجدعة، عمرها ما تبات بره بيتها أبدا، وطول عمرها تقول الست اللي تبات بره بيتها تبقى ست مش هي. مش هي ازاي يعني؟ هي بتشتغل ايه؟ علمة. علمة؟ أيوة، مالك مسبهل كده ليه؟ علمة، ما تعرفش علمة؟ وعلمة فين بقى؟ علمة يعني هتكون في المستشفى الأمريكاني يا خي. علمة في الأفراح طبعا. الدارة كده زمانها جاية.
على خير يا قلبيه يا ست، ما تتاخروش بكره يا ولاد. حميدو، ازيك يا حميدو؟ وحشتني. وحشتني يا ولد. اسمعونا وانت كمان. تعالى بسرعه. بالهنا والشفا يا حميد. ايه رايك في الاكل يا سي حسن؟ تسلم ايديك يا ست نوسه، بس واضح ان الاكل ده جايباه من بره. نوسه دي بقى حبيبه العمر بتاعه القلب يعني. تقدر تقول كده مدام حميدو. وانا ماليش حبيب غيرك يا سي حميدو. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. حسن ده بقى اخويا وصاحبي، زمل في زنزانه واحده. ان ما شريتكش الارض يا اخويا اشيلك في رموش عينيا. مش انت لوحدك، انت وصاحبك سي حسن كمان، على عيني وعلى راسي. مش كده يا ست نوسه. على فكره بقى حميدو في السجن ما كانش فيه سيره بيجيبها غير سيره نوسه. كان دايما يقول لي يا حسن نوسه دي من الحريم الجدع وبنت حلال. وحميدو كمان اجدع من الجدعان. بقول لك ايه يا نوسه، عايزك دلوقتي تنزلي تشوفي لنا الواد خفاجه الحاوي ده عشان نخلص من الخنقه اللي احنا فيها دي. ايه ده انت بس شويه يا حميدو الاول. الله، خلص اكلك كده وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. اهدى ازاي بس يا حبيبتي، ده زمان البوليس قالب علينا الدنيا ولازم نكت من البلد في اسرع وقت لإمتى هيبقى في خطوره علينا. اخص عليك يا حميدو، عايز تسيبني تاني؟ ده كلام برضو. ده انا ما صدقت انك جيت برجليك لغايه هنا. عايز تدفش تاني؟ مش ممكن افرط فيك تاني ابدا. على عيني على عيني والنبي انا نوسة قلبي، لكن هعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. انا لو قعدت هنا هرجع السجن تاني ومش هتعرفي تشوفيني غير في الزيارات، لكن لما هنكت بره هقدر ابعت لك وتيجي تحصلينا. ولا انت عاجبك القعده هنا؟ عجبني القعده على ايه؟ والنبي يا اخويا ما جايبه همها. ده كل اللي جاي على قد اللي رايح. ده غير القلاتيه طالعين واكلين نازلين واكلين. خلاص يبقى تيجي معانا، وانا هناك هشوف لك شغلانه فله. بس يلا بقى انزلي اخطفي الواد خفاجه الحاوي خليه يجي يخلصنا. هاو في التو والبحث. لمصلحتك يا خمسينة، ولمصلحة صباح، ولمصلحة حسن، ولمصلحتنا احنا الاتنين، تقولوا هو متنايل على عينه وهربان فين؟ والله يا ابني انا مش مصدق انه عمل كده، مش مصدق كمان انه هرب. يا شاويش مجاهد، يا شاويش مجاهد، والله العظيم لو اعرف هو فين لاجيبه لغايه هنا على الاقل عشان ما تثبتش عليه التهمه. ماشي يا صباح، انا دلوقتي بنزلك وبوعدك انا هتبلى عليكم، هلبسكوا قضايا انتوا الاتنين، وانت بالذات يا صباح هلبسك قضيه كبيره قد كده، لان عارف ان سره معاكي. سره معايا؟ قضيه ايه اللي انت هتلبسهاني؟ ليه ماسك عليا زله ولا ماسك عليا زله؟ لما تبقى تعرف ان انا عارفه مكانه فين ولا هربان فين ابقى اعمل ما بدالك يا شاويش مجاهد. ممكن نمشي بقى؟ تمشي؟ حلوه قوي دي يا اختي، ده عشان ابليس في الجنه. ليه يا شاويش مجاهد؟ ايه اللي ملوش ظهر يتضرب على بطنه؟ تهمة اللي ماسكها علينا عشان تقعدنا عندك هنا في الاسم. ماسكينكوا لغايه لما حسن يظهر، لغايه لما يطلع من جحره الفار ابن الفار. فار؟ ده انت عاوزك مصيادة على كده. انا فار برضه يا ابني. وانا القط اللي هيقفشكوا يا ولاد اللعيبه. معلش يابا، فاكر نفسه قط الصعيد. ياه اخيرا. مش قلت لك حاوي ما صدقتنيش؟ لا حاوي صحيح. اي خدمه، دي حاجه بسيطه بس. خد حسابك اهو يا اخويا. ايه ده يا هاني؟ انت فاكراني شحات ولا ايه؟ انا فنان كبير قوي قوي، ولا تكونيش فاكره اني فكيت لك معزتين دول شحتين قدامك اهم. لا 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 لا، البيعه دي مش لازماني. هات ايدك يا ابني انت وهو، هرجع البيعه تاني. ايه ده انت هتعمل ايه؟ بقول لك يا خفاجه بطل شغل الحوا ده، دي اخر فلوس معانا، الحاله ضنك يعني، وبعدين انا هبقى اعوضك، وخد الكلبشات دي استنفع بيهم حلال عليك. هعمل بيها ايه يعني؟ هبيع للحكومه تاني؟ بقول لك يا خفاجه ما تبقاش رزل، وبطل بقى، عايزين نفرد طولنا شويه، اتكل على الله. حاضر.
حميد. استنى يا منيل على عينك. الله، امسك خد التهمه دي معاك ويلا اخلع من هنا، وريني عرض كتافك. ماشي. يا ترى عامله ايه دلوقتي يا صباح؟ والتلقيحة اللي بره ده ما تخلعوا من هنا بقى. الله، هو احنا ناقصين هم؟ من ناحيه هم احنا عندنا هم، لكن اللي بره ده مش هم، ده السعد والهنا كله. بقى المقايح اللي بره ده السعد والهنا، امال الغلب والشقة يطلع ايه؟ يا بت ما تحكميش بالمظاهر، ده نايم على خميره جامده قوي، اكتر من 120,000 جنيه، وعايش فيها دور الهبل، وانا مصدر له العبيطه ومحسسه ان انا مصدقه. طب قول لي بقى يا ابو الرسم والتخطيط كله، انت ناوي ترسم على ايه؟ ناوي نعكم الخميره كلها، واذا ما قدرناش اهو ناخد اللي نقدر عليه. اقول لك الصراحه يا استاذ مجاهد، الواد حميد دوت كذاب وواد منافق ومالوش صاحب، وغير كده ياما اتلدعنا منه وعامل زي الحربايه ب 100 لون. انتوا ياد مش كنتوا محبوسين مع بعض في القضيه اياها بتاعت سرقه اتوبيس النقل العام؟ ها؟ فاكر ولا نسيت يا ولا؟ ايوه صحيح يا عبد الشاويش، وتبت لله واتضربت واتحبست واتهنت وطلعت وفتحت القهوه ديت عشان اكل بيها بحلال. زازا ركز معايا قوي يا زازا. ركز معاه. ركزت مركز. حميد الابيض كان يعني ايه؟ قاعد فين دلوقتي؟ هتنطق والا انت عارف. اقول اخلص، طالما هرب وتهرب من السجن ومعاه واحد وفي ايديهم الحديد يبقى مفيش الا خفاجه الحاول. اظن كده بقى خلاص اتفقنا وبقينا ايد واحده وقلبنا على قلب بعض. ربنا يديم المعروف يا حميدو. حسن ده باين عليه راجل مجدع قوي، وكمان صاحب صاحب. انت بتقولي فيها من زمان وانا نفسي الاقي لي صاحب لقطه جدع، يعني قصدي اصل للاسف ما كانش ليا حظ في اصحابي، كلهم دايما كانوا بيطلعوا اندال. قول يا حميدو، هو احنا بالصلاة على النبي كده يعني هنمشي من هنا امتى؟ كده برضو؟ لحقتوا تزهقوا مني بسرعه ولا ايه؟ لا يا جميل ما تقولش كده، ده انا الود ودي افضل جنبك على طول العمر، لكن هنعمل ايه؟ اللي بيقولوا حسن صح، لازم نخلع عشان ندق على الحديد وهو سخن. وهتخلعوا ازاي؟ عاملين حسابكم؟ معاكوا فلوس يعني؟ ياه بتفكريني ليه بس؟ ايوه طبعا لازم افكرك، مصاريف السفر ومصاريفكم لحد ما تلاقوا شغل، ولا انتوا فاكرين يعني انكم اي بلد هتروحوها هتلاقوا شغل مستنيكوا هناك؟ الفلوس دي كلها هتدبروها منين؟ وبعدين انتوا عرفتوا هتسافروا فين الاول؟ انا ليا اصحاب في ايطاليا، في ميلانو، عيال مجدع من حتتنا ومعايا عناوينهم. انا بقول نروح ليبيا احسن. لا انا بقول نطلع مركب نشتغل ونعمل قرشين، ناكل ونشرب وننام ببلاش لغايه ما نوصل لايطاليا. الله، انتوا هتتخانقوا على انكم عايزين تروحوا انهي بلد؟ هو انتوا فاكرين نفسكم رايحين رحله سياحه ولا ايه؟ كل مكان عايز فلوس، محدش ضامن الظروف. على رايك يا ننوسه، بس انا بقى خلاص على الابيض اشفور يعني. بقول لك ايه، ما معكيش قرشين مدكناهم كده ولا كده، ولا حتتين صيغه مخلياهم للزمن؟ انا يا ريت يا حبيبي، ما انت عارف ان كل ده عيره، ده انا على الابيض. طب والعمل يا حميدو؟ العمل عمل ربنا يا اخويا، ما تشيلش هم، انا هشوف واحد يسلفنا قرشين وهتصرف يعني. اشرب انت الشاي اشرب. هتودينا في داهيه، كان في ايدينا يا مجاهد. اعمل ايه؟ ضحك عليا ولاد يخنب باللئيمه وهرب، بس الحمد لله العربيه خبطته. ايوه الشنطه دي كانت في ايد المصاب اللي جوه. ايه؟ افتح شوف. الكلاب شات يا محرم. ده مين اللي بتقول ده يا عبده؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده يا معلم بدر. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب انا هكدب عليكم ليه بس يا معلمين؟ لو مش مصدقيني اطلعوا بره وتشوفوا بنفسكم، السوق مرشق مخبرين وشرطه بالزي الرسمي. حسن هرب؟ وازاي يهرب من الحكومه؟ وهو راجع من النيابه
نط من البوكس زي ما بيعملوا في افلام السيما. فاكر الفيلم بتاع رشدي اباظه لما هو لا بطل يالا. وبعدين بقى كان معاه حسن بقى، كان معاه شريكه زي ما تقول. اول ما نطوا حسن هلا فكيك عليه العوض ومنه العوض، فلوسنا وراحت. ده شيخ منصر مش حرامي وبس. انا مش طايق اقعد، انا مش طايق اقعد. عليه العوض، عليه العوض. طب بلاش رشدي. فاكر احمد زكي في فيلم الهروب؟ تحكيها لي افلام. حسن هرب. الله الله الله، رايحه فين يا ام حمدي؟ وانت مالك انت يا عبدو يا جزره؟ مال ازاي يا وليه انت؟ ملا في جنابك. امال مال مين يعني؟ لا بقول لك ايه ام حمدي، لم الدور احسن لك. انت فاكراها ايه؟ وكاله من غير البيه البواب؟ وانت بقى بسلامتك البيه البواب. الله الله، هتغلطي يا ام حمدي، ده مش كويس. قصري وسك على البك ولخصي المشوار واقفلي بالمفيد. عايزه ايه؟ انا عايزه بقى المعلم بدر الدين. وعايزه المعلم بدر الدين في ايه ان شاء الله؟ وانت مالك ايه؟ في حاجه خصوصي، وطبعا ما يصحش اقول للبواب على الخصوصيات بتاعت البيه بتاعه. لا بتغلطي وده مش حلو عشانك. هتتبهدلي يا وليه. انا لما بتظربن ما انت عارفه، اقفي عدل واتكلمي عوج وخلصي. عايزه ايه؟ ورانا شغل مش فاضيلك. بقول لك ايه؟ ابعد من سكتي يا جزره، لحسن الم عليك السوق واشرد لك. شردي مين؟ انت هتسوقك عليا كمان يا اما؟ مش داخله يا اما. يا معلم انا جيت ايدي ودخلت. بس ده وهي بس. في ايه؟ تتخانق معاه ولا ايه؟ لا مفيش حاجه يا سيدي المعلمين. ايه تلاقيح جيت على الصبح، مفيش خناقات ولا حاجه. لكن في غلاسه وفي غتاتة يا معلم. مش عايز نخش عشان اقابلك يا معلم. انت عايزه تقابليني ليه يا ام حمدي؟ المخبرين خدوا صباح من ليله امبارح وما كانش لحد دلوقتي. خدوا صباح؟ ما ياخدوها ولا يحبسوها. لا، والمعلم بدر ماله باشكالكم العكره. قال خدوها، قال خدها عزرائيل البعيده. ان شاء الله انت اخرس انت. معلمي دول عالم لبط وبتوع مشاكل. فاكر فيلم جعلوني مجرما؟ وبعدين معاك. حرام عليك، حرام عليك يا عبدو. دي صباح غلبانه ومكسوره الجناح وما عندهاش سند. عندها السند؟ امال المعلم حنف ابو رصين راح فين؟ مش ابوها برضه؟ ده لا بيهش ولا بينش. ربنا يسترها معاك يا معلم، ده احنا متعشمين فيك خير انك تقف جنبها. يسلم؟ يعني حسن يسرق السرقه وبعدين المعلم بدر هو اللي يطلع خطيبته المحفظه معاه؟ انت مالك انت؟ بقول لك اسكت. وبعدين صباح ذنبها ايه؟ مسكوها ليه؟ تكونش عارفه مكانه وما قالتش عليه؟ والله ابدا يا معلم، والله ما شافته. دي كانت قاعده معايا وجم خدوها من الدار للنار. الواد عبده ده هو اللي راح وزوهم وقال لهم ان هي عارفه طريقه. اخص عليك اخص يا وليه يا مفتريه يا كدابه. طب وشرف جدي ما حصل يا سيدي المعلم؟ ما تحلفش. انا عارفك كويس يا جزره، طول عمرك بتجري ورا الشر. انا اجري ورا الشر؟ عاجبك كده؟ جبت لي العار. شفت العار يا باشا؟ انا مشيت 50 بتاع الشاي يا ابو حسن. راجل كبير وما يستحملش يبات في الحجز، واكدت عليه ان لو حسن كلمه او عرف مكانه هو فين يبلغنا على طول، والراجل وعد بكده. اما صباح بقى، صباح ما تعرفش عنه حاجه يا باشا. لو تعرف كانت هي اللي خليته يسلم نفسه. هي قالت كده برضه وكنت همشيها، بس يعني انا قلت يمكن حسن لما يعرف انها محجوزه في الاسم يجي يسلم نفسه. ومين اللي هيبلغه يا باشا؟ تلاقيه خد الفلوس وطفش بيها. ما تقلقش يا معلم، انا مسكت اول الخيط وعن قريب هقبض عليه هو الهربان اللي معاه ان شاء الله. انا متاكد من كده يا باشا، ربنا يوفقكم. يا محرم تحت امرك يا باشا. هات صباح. حاضر يا باشا، تحت امرك. قهوتك يا معلم. يدوم العز يا باشا. يا ترى لسه في مشاكل بينكم وبين عيله ابو هشيمه ولا ربنا خلاص هذا الحال؟ لا مشاكل ولا حاجه، كانت وزة شيطان وراحت لحالها. صباح يا باشا. يا صباح، المعلم بدر اتوسط لك عندي وانا قبلت وسطته، بس لو عرفت بعد كده انك عارفه مكان حسن مستخبي فين هتبقى مسؤوليه المعلم بدر الشخصيه. مجية المعلم بدر على راسي من فوق يا سعاده البيه، ولو عرفت اي حاجه عن حسن
هاجي ابلغ حضرتك بنفسي. خد عليها تعهد وخليها تروح. تحت امرك يا باشا. تشكر يا باشا. اتفضلي. طيب استاذن انا يا باشا. ليه يا معلم؟ البن بتاعنا مش عاجبك ولا ايه؟ لا اصل انا ماليش في القهوه وعندي مشوار مهم. السلام عليكم. معلش حقك عليا، ما عرفتش اشكرك وانا جوه، والله مخي متلخبط يا معلم. يا ستي تشكريني على ايه بس؟ بقول لك انت رايحه فين؟ هكون رايحه فين؟ هروح اطمن امي واروح السوق اشوف اكل عيش. طيب ما تركبي معايا اوصلك. لا معلش ربنا معاك، طريقك اخضر يا معلم. اركبي بس اوصلك، الناس بص علينا. يلا بقول لك ايه يا معلم، انا ما بركبش عربيات مع حد. الف شكر يا معلم بدر على وقفتك معايا النهارده في الاسم. كلام اللي بتقوليه ده يا صباح دي حاجه بسيطه، يعني انا عملت كده عشان تشكريني. ايوه يا معلم، بس اللي انت عملته ده جميل كبير قوي، هفضل شايلاه فوق راسي عمري ما انساه طول عمري، ونكار الجميل يبقى قليل الاصل. طول عمرك اصيله يا صباح، وبعدين انت ما تعرفيش معزتك عندي. ربنا يديم المعروف يا معلم. ما هو كمان مش معقول معلم كبير زي المعلم بدر يسيب اشغاله في السوق وينزل يروح القسم عشان يطلع ذبيحه على باب الله. يا ست كلنا على باب الله، كبرنا صغيرنا على باب الله، وبعدين هو انا رحت لاي حد؟ ده انا رحت لصباح. ربنا وحده اللي يعلم باللي في القلوب والنفوس. بقول لك نشرب حاجه ساعه. حاجه ساعه يا باشا، حاجه ساعه يا هانم. ساعتين ساعه يا ابني. اتفضل يا باشا. لا مفيش داعي يا معلم، خلاص اصل انا اتاخرت. امسكي خلاص فتح. اتفضل يا ست. اتفضل يا باشا. شكرا. هدوم يا معلم ابو الكرم، ربنا يخلي لك الست. دنيا ملهاش امان، يوم كعابي ويوم ملاكي. حاجه ساعه. معلش نزلني هنا يا معلم. جرى صباح تنزلي هنا فين؟ هوصلك لحد البيت. لا معلش المشوار قريب، كلها فركة كعب. فرك الكعب ايه بس؟ انا هوصلك لحد البيت، ولا مش عايزه تعزميني على كوبايه شاي من ايديكي؟ يا نهار ابيض، احنا بديك الساعة لما المعلم بدر ينور بيتنا. بس ايه؟ هو مش ابوكي في البيت؟ مش القصد، ابويا في البيت لا بينزل لا ليل ولا نهار، انت عارف لا شغله ولا مشغله. طب خلاص، ايه بقى اللي مخليكي مش عايزاني اوصلك؟ في حاجه يا صباح؟ بصراحة يا معلم من غير لف ولا دوران، انا غلطت اني ركبت معاك العربية وما اعرفش انا عملت كده ازاي. في يا صباح انا صدر مني تصرف بطال، ضايقتك في حاجه؟ زعلتك في حاجه؟ معاذ الله يا معلم، ده انت سيد الرجاله وابو الجدعنه كلها، بس ده اللي خلاني اركب معاك وانا مطمئنه. امال ايه بقى اللي مزعلك؟ كلام الناس يا معلم، ما بيسيبوش حد في حاله، زمانهم هيلسنوا عليا وهيلسنوا عليا بالبطال، هيقولوا خطيبها بعد ما اتسجن لافت على المعلم بتاعه، وده ما يرضيكش يا معلم. قطع لسان اللي يقول عليكي كلمه بطاله، انا اكتر واحد في السوق عارفك ومحدش يعرفك انت. بقول لك يا معلم انا لازم امشي، خد فوتك بعتي. والحاجه الساعه يا صباح. ايه رايك بقى في العجله المتينه دي يا دكتور شريف؟ الله حلو قوي يا بابا. عجله واحده بس؟ ايه انت عايز انا اجيب 5 عجلات ولا ايه؟ نكونش هنفتح محل عجلاتي. انا كان قصدي لازم علي يا حبيبي، علي يا حبيبي، ازيك يا ضنايا؟ وحشتني قوي. ازيك يا نور؟ ازيك يا رؤية؟ ازيك يا عمر يا ابن ازيك يا عرفان؟ اهلا ازيك يا اخويا؟ الحمد لله على سلامتك يا شريف. ايه ده؟ بتاعت مين دي؟ دي بابا جابها لي يا علي. وانا فين بتاعتي؟ ما دي بتاعتي انا وانت. طب انا اللي هركبها الاول. حاسب يا ابني هتكسرها، دي عجله اخوك. علي عرفان بس انا نسيت حاجه في العربيه، هنزل اجيبها. طب يا اخويا ما تتاخرش انا مستنيك. اللي بيحصل ده حرام، حرام بقى وما يرضيش ربنا. خلاص يا ست جميله، ما احنا كل يوم على الموال ده بنشوف اشكال والوان على كل لون يا بطيسه. لحد امتى يا صباح؟ لحد امتى بس هنسمع كلام يسم البدن من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ الناس طمعانين فينا يا صباح، فاكرين ان احنا عشان فقرا سهلين وممكن نفرط في شرفنا. فاشر شرفنا؟ قطع لسانه من اللغلوغ اللي يجيب ست الشرف.
ده احنا ما حلتناش يا اختي غيره وما نقدرش نفرط فيه، هو شرفنا يا حبيبتي. الشرف قال اهي تفاحه زعلانه على زعلك يا جميله. ما تزعليش يا تفاح، اهو كلمتين يا اختي وراحوا الحل. أنا زعلانة على نفسي، زعلانة على نفسي. ما أنا فرطت فيه خلاص. عقلي كان فين؟ ربنا ينتقم منه. كل ده عشان زبون غتت عليكم وقال لكم كلمتين فارغين؟ امال لو شفتوا اللي كان بيحصل لي انا وام حمدي كنت عملتوا ايه؟ قولي لهم يا صباح، اصل لسه عظمهم طاري ومش متدقدقين. ده احنا يا اختي ياما اتبهدلنا من البلديه، ولا الاقسام اللي كنا بنخشها من اسم الاسم، وعشان ما معناش الترخيص اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه يا ام حمدي؟ جواد. ايوه يا اختي قالت لك عليه اهو. اسمه بقى متجول. هو اللي ما يسمى ده، مش عارفه اقولها. ايوه المتجول ده لحد ما ربنا بقى اكرمنا بالذوق وقعدنا فيه. بس بقى الشمس قورت نافوخنا والمطر ورزلة الزباين والخناقات. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ وليه ده كله؟ ده هو حته دكان ان شاء الله يكون خرم ابره يرحمنا من اللي احنا فيه ده. يا اختي ارحميني انت. دكان مره واحده بتداني في خلقتي، هجيب الدكان منين؟ انت عارفه خرم الابره هنا يساوي كام؟ قولي لها يا ست ام حمدي، قولي لها خرم الابره هنا يساوي كام في السوق؟ ايه سرحانه في ايه يا وليه انت؟ انت يا ام حمدي هي حزبه بيرما؟ كلام جميل. ماله كلام جميل؟ ما هي جميله عماله تتكلم عمال على بطال من الصبح. انهي كلام فيهم يا اختي؟ الدكان يا صباح. يا مصيبتي جرى يا ام حمدي، جننتي في عقلك ولا ايه؟ انت ناويه تشتري دكان؟ اشتريه منين؟ بحسبتين جرجير والباقي تقسيط. فكرت. الله، مالها تفاحه يا جميل؟ وانا مالي انا؟ ما تساليها هي. الله، ما انتوا صحاب وطول النهار عمالين انا قايمه اشوف البيت تفاحه مالها. جرى ايه؟ جرى ايه يا ام حمدي؟ هو انت يا اختي هتشيليني نصيبه؟ انا مالي انا؟ نصيبه ايه؟ البت التفاحه مالها يا جميل؟ انا مالي؟ انا ماليش دعوه بالموضوع خالص، ما تساليها يا اختي. انا مالي انا مالي؟ استر يا رب. يا علي علي تعال. ايه رايك بقى يا عم في العجله دي؟ عجلة؟ بتاعت مين دي؟ ابوك اشتريها لك، بس كان عاملها لك مفاجاه يعني. الله، دي احلى من عجلة شريف. انا رايح السوق يا عرفان، مش عايز حاجه؟ لا اتكل انت على الله، شويه وهحصلك. يلا بقى بينا يا عيال عشان نسابق بالعجل. يلا. تسلم لي يا ابن عمي، ما بتفوتكش حاجه ابدا. السلام عليكم. مع السلامه. عمر ابن عمي ده قلبه زي اللبن الحليب. بالمناسبه هيجي يقعد معانا يومين هو ونور بنته. اهلا وسهلا. ومراته جايه معاه؟ يا مراته ايه دي دبه معاه خناقه رب السما. تعالى اما احكي لك. ايه اللي عملتيه ده؟ الله يخرب بيتك، ضيعت نفسك. ضحك عليا صباح، ضحك عليا وقال لي هتجوزك. يا سلام، يتجوزك وصدقتيه اوامك؟ حد يعمل كده؟ كان عقلك فين لما فرطت في نفسك وفي شرفك؟ وما لقيتيش الا النبوي ده عامل زي الزيبق ملوش ماسكه. موتيني يا صباح، موتيني. الموت ارحم من اللي انا فيه. يا اختي موتي ولا تغوري في 60 داهيه. بس ذنبه ايه الراجل ابوك الغلبان ده اللي يموت بفضيحتك وحسرته؟ انا هموت نفسي، هموت نفسي. موتي نفسك ولا تحرقي؟ لا قولي لي يا بنت، انت في كام دلوقتي؟ في التالت، وبطني بتكبر يوم عن يوم. يا نزله يا هموت نفسي. لا موتي نفسك بقى. الناس بتتنشى على ضفر عيل وانت تصلحي الغلط بالذنب، ده ربنا عمره ما هيسامحك ابدا. يا تفاحه. ابويا؟ ابوك الله يخرب بيتك. طب خش اغسلي وشك بشويه ميه عبال ما اتصرف انا. هتعملي ايه يا صباح؟ اللي يعمله ربنا هو اللي يكون بقى. بقول لك ايه، انت ما تعتبيش بره البيت النهارده خالص لغايه لما اشوف انا هعمل ايه بكره. يلا روح تنيل غرب 60 داهيه. حاضر يا حاج، حاضر يا حاج، حاضر.
اتفضل. اهلا اهلا. ايوه انت الست صباح. كويس كويس انك عرفتني. عرفتك من صوتك. تعال على مهلك، هنقعد على الكنبه. قعدك على الكنبه. على مهلك على مهلك. اتفضل 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 اتفضل. امال تفاحه فين؟ تفاحه؟ تفاحه. ايوه يا اخويا، اصلي واحنا ماشيين في السوق رجليها اتنت فوجعتها، دخلت تربطها. اعمل لك حاجه تاكلها؟ يعني ايه؟ هنفضل قاعدين كده زي الولايه لحد البوليس ما يطب علينا ولا ايه؟ ما تتصرف يا حسن. الله، ان شاء الله حتى تشوف حد يسلفكوا قرشين تدبروا بيهم نفسكم وبعدين ترجعوهم لهم لما تبقوا تسافروا. اكيد ان شاء الله ربنا هيفرجها. اتصرف ازاي بس يا جماعه؟ ده انا كل اللي محوشه 1400 جنيه انا وصباح. وماله يا اخويا؟ حلوين برضه ما يضرش. ايوه بس الفلوس دي. بس ايه انت هتبسبس لي؟ مش بتقول في 1400 جنيه موجودين؟ ايوه في 1400 جنيه مظبوط، بس صباح من حقها 450 جنيه فلوسها اللي محوشاها. يا حسن، هو في فرق برضه بين الراجل وخطيبته؟ قول لي انت بس على عنوان صباح وانا اروح اجيب لك الفلوس. لا ما تروحيش لصباح، اصل ابوها قاعد في البيت ليل ونهار، ممكن ما تعرفيش تتكلمي معاها، ولو شافها وهي بتديك الفلوس ممكن ياخدها، انا عارفه. ده غير بقى ان صباح متراقبه من البوليس في البيت وفي السوق اكيد. امال هنجيب الفلوس ازاي يا حسن؟ شكلك كده مالكش كيف، بتقفلها يعني من الاخر. حميدو يظهر حسن ملوش مزاج. خلاص براحته بقى، خلينا بقى قاعدين هنا لحد ما البوليس يجي يقفشنا ونرجع التخشيبه تاني. ما بقفلهاش ولا حاجه يا جماعه، والله العظيم ما بقفلها. اسمعي يا ست نوسه، انت اطلعي على بيتنا، هتلاقي زينب اختي قاعده في البيت بعد ما اتطلقت من جوزها صبحي. هكتب لها كلمتين واكتب لك العنوان علشان تروح معاك لصباح تديك الفلوس. لو سمحت يا ست نوسه هاتي لي ورقه وقلم. يوم ترجيتك يا حسن نتلم على بعض ونتجوز، ما سمعتش كلامي. يا ترى انت فين يا حسن؟ ايه اللي انا انا يا اختي جميل، انا عارفه ابن السحاب ده كله فين ده؟ والله ما انا عارفه يا اختي. الله زينب. طب يا جميله اطلعي انت يا اختي وانا هحصلك. حاضر. ايه يا صباح؟ في ايه؟ دخت عليكي من صباحيه ربنا، كنت فين؟ كنت ملخومه في فرح تفاحه. في ايه؟ ابوك كويس؟ حسن بعتلك مرسال. حسن؟ وطي صوتك. حسن اخباره ايه؟ عامل ايه؟ مبروك يا تفاحه، الله يبارك فيك. كنت عزمتينا؟ معلش هي جت غفله كده هو، ومعمل نبوي كان مستعجل. خد اشربي الشربات. كملها بخير يا رب. يا رب. مش كنا رحنا عملنا الواجب وكنا نقطناها؟ ملحوقه يا اختي انت وهي. ان شاء الله هنلم بعضنا ونروح لها ساعه الصباحيه. صباحيه مين ان شاء الله؟ صباح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. اوعى كده بقى. فول يا بوحه. الله، ده احنا بنصبح يا صبوحه. يا شيخ ربنا ياخدك يا شكلك طرماي. عاوز ايه يا عبدو يا جزره؟ عاوز اشرب شربات التفاحه والنبوي، بس الواد الدول ما عزمنيش يا ام حمدي. الشربات خلص يا ام حمدي. والله عندك حق، ما هو اصلي بعد العيد ما بيتفتلش كعك. يا خفه يا نوام يا غريبه. الله يسترك يا ام حمدي، وبيسلمي لي على الصباحيه. بتقول يا معفن انت؟ ما بقولش، واذا كان على الشربات اشربوه. شايفه يا صباح، عبده جزره بيلسن على تفاح. ده تقطع لسانه. البت خلاص اتجوزت والنبوي مش هيسمح حد يجيب سيره مراته. النبوي. ايوه النبوي، ما يغركيش. هو واد ضعيف بس ساعة ما يجي حد يجيب سيرة مراته هيبقى زي الوحش الكاسر. ايه يا صباح؟ رحت لك البيت يا اختي، ابوكي قال لي انك نزلتي من الفجر. عامل لي معامله وحشه قوي يا صباح، ده كان ناقص يطردني يا اختي. وش منك في الارض، والله ما انا عارفه اقول لك ايه. انت عارفه ابويا وعمايل وحقك عليا يا اختي. المهم عملتي ايه؟ المرسال يا اختي جه اخد الفلوس من شويه. ما خليتنيش اقابله ليه؟ تشوفي ايه يا صباح؟ ده مرسال وجاي من طرف صبحي طليق، وبعدين يا اختي الفلوس هيشوف
يا اختي ده الحرم لغمه، ده انا دخت عقبال ما جيت. طب حسن هيسافر امتى؟ النهارده. يا مصيبتي هيسافر من غير ما اشوفه؟ لا يا اختي، هنشوفه انا وانتي وابويا. طب هشوفه ازاي؟ ابويا هيعمل عيان ويدخل المستشفى ونخرج من الباب اللي ورا نشوف حسن. الباب اللي ورا؟ ربنا يستر. النهارده الساعة 9 يا حسن قبل ما تسافر. ايدك ابوسها يا ست نوسه، الجميل ده عمري ما هنساهولك ابدا. جميل ايه برضو يا حسن؟ ده كلام. هو احنا برضو في بينا وبين بعض جمايل؟ دي زينب اختك دي زي اختي بالظبط. يا نهار ازرق، بوليس! واضح انه كان قطرك يا ست نوسه وانت جايه. بقول لكم ايه؟ انا ماليش دعوه بيكم، انا ما اعرفكوش. ست نوسه اعملي معروف خبيني. ده انت واد خير يا صحيح، ده الدكتور يا نوسه انا اللي شيعت له فتحي. دكتور ليه يا حميدو؟ انت عيان ولا ايه؟ اوعى بس انت وهو، ده مش دكتور عيانين. تعال ادخل بسرعه. ادخل. وروني الحالة بسرعة، مستعجل ورايا حالات كتير. انا البطاقه بتاعتي اهي، اديله بطاقتك يا ابو علي. اديله البطاقه يا حسن، هيعمل لكم باسبورات مضروبه. وليه باسبورات مضروبه؟ انا معايا باسبور اهو. الباسبور ده ما ينفعش تسافر بيه، لو سافرت بيه هتتقفش. ناولني الباسبور. حاضر، اتفضل. ادي البطاقه وادي الباسبور. خد بالك الباسبور ده انا طلعته بطلوع الروح. لا، الباسبور ده بقى تشيله للذكرى. ادي بطاقتي اهي. ماشي. بس دول حالتين يا ست نوسه، مش حالة واحدة، يعني كل حالة 250 جنيه. 250 جنيه كتير، ده انا مطلع الباسبور ده باقل من كده بكتير من الجوازات. خلي الجوازات تنفعك، انا شغلي لا يعلى عليه. اهدى بس يا دكتور وكبر دماغك هنتفاهم. انا قلت العملية هتتكلف 500 جنيه، يعني هتتكلف 500 باوند. اعتبرها ولادة مستعجلة يا دكتور، توأم في بطن واحدة، يعني الاتنين ب 250 جنيه وبس. علشان خاطرك يا ست نوسة، انا هعتبرها ولادة قيصرية وتوأم، يعني هاخد 350 جنيه ولا كلمة زيادة. دول حسابهم كده 420 جنيه. 420 جنيه بس؟ لازم ميزانك بايظ. كله بالميزان، انا ما خصمتش غير المصنعيه بس. طب بقول لك ايه، خد الغويشه دي اوزنها وشوف الحساب كام وهات دي. خدي يا اختي السلسله. ليه بس يا ام حمدي عملتي كده؟ انا عارفه ان السلسله دي غاليه عليكي وروحك فيها وما تقدريش تفرطي فيها ابدا. هو انا بفرط فيها لحد غريب؟ ما انا بفرط فيها لحسن عشان الزنقه اللي احنا فيها، واديكي شايفه اللي ما يسمى المحامي طلب مننا كام. انا والله لو معايا لكنت اديتك، لو صبرتوا عليا بس اسبوع واحد انا كنت هتصرف. ربنا يخليكي ليا يا ام حمدي، انا عارفه ان شاء الله ما اتحرم منك ابدا، واخدمك كده يوم فرح ابني. يا قادر يا كريم. ربنا يخليكي يا صباح، ده انت اختي وغاليه عليا ونور عيني. الحساب كده 650 جنيه. 650 جنيه غوشتين وحلق؟ والميزان اهوت، انا ما خصمتش غير مصنعيه. طب يلا خلاص ادينا الفلوس. 650 جنيه. هات يا اخويا. بسرعة يا حسن، انت لسه قاعد؟ الساعة بقت 6:30 وهم مستنيينك الساعة 9. يلا قوم غير هدومك بسرعة على ما نلف كام لفة احسن يكون حد مستنينا نتوهه ونخلع على طول. وانت يا حميدو مش هتيجي معانا ومن بره نطلع على بورسعيد ومنها على المينا؟ والدكتور نسيتوه ولا ايه؟ ولا هنسافر من غير باسبورات يعني؟ عموما هو زمانه جاي، انا هستناه وروحوا انتوا. فاضل ربع ساعة ويجي الساعة 9 بالظبط يا اختي. ربع ساعة؟ ايه ده؟ هو عقرب الساعة ما بيتحركش ليه؟ يا جماعة ده المكان ده فيه ناس ياما كتير قوي، هنقابله ازاي ونشوفه ازاي؟ ان شاء الله يابا هنشوفه، باذن الله هنشوفه. انا قلبي بيقول لي ان احنا هنشوفه، اطمئني يابا. يعني يا زينب ما كانش فيه مكان اهدى من ده شوية نتقابل فيه على جنب نتكلم كلمتين؟ يابا المرسال قال كده عشان نتوه وسط الخل. لسه هنتوه يا اختي، ما احنا تايهين والزمن عمال يشيل ويحط فينا. اللي ما باين له اثر ما انا عارفه راح فين. هو يا اختي متاكده؟ هو قال لك انه جاي هنا محطه مصر ولا باب الحديد؟ محطة مصر يا صباح. لا طب احنا في محطه مصر اهو، مش باين له اثر يعني. دلوقتي يجي يا اختي. دلوقتي يجي يابا، استنى بس بص عليه. طيب بصوا عليه معايا. دلوقتي يجي يابا. بصي يا اختي هناك، بصي يا زينب. صباح صباح وحشتيني يا صباح. روح ردت فيا لما شفتك. ما تقولش كده، انت اللي وحشتني قوي يا حسن.